جالنا سؤال في الكومنتات بيقول امتى اغير دواء الضغط بتاعي؟ تعال اقول لك. مبدئيا كده ما ينفعش نغير دواء الضغط من دماغنا، محتاجين نرجع للدكتور والدكتور هو اللي هيغيره لنا. بس احنا هنتكلم دلوقتي على اهم العلامات اللي لما احس بيها محتاج ارجع للدكتور بتاعي عشان يغير لي الدواء. لو انت بتاخد الجرعه اللي الدكتور كاتبها لك مظبوطه بانتظام وضغطك لسه عالي، محتاج ترجع للدكتور. لو بتحس بدوخه او ارهاق او هبوط متكرر، ده تقريبا ممكن يكون الدواء اللي انت بتاخده بيقلل لك الضغط شويه، محتاجين نرجع للدكتور يظبط لنا الجرعه. لو بديت تاخد دواء ضغط جديد وابتدى يظهر لك اعراض جانبيه مزعجه، لو في تورم في الرجلين او تعب مستمر او كحه جافه او خنقان، ده تقريبا علامات ان الدواء مش مناسب ليك. الدكتور هيظبط الدواء كمان لو في مشاكل صحيه اختلفت او في تغيير في الحاله، يعني مثلا حضرتك تبقي حامل او يكون في مثلا مشاكل في الكلى، في الكبد، في القلب. نصيحه ذهبيه، اوعى تغير الدواء لوحدك. الضغط بيتاثر بحاجات كتيره قوي زي الاكل، النوم، الادويه التانيه والتوتر. الدكتور بس هو اللي يقدر يقرر لك دواء الضغط المناسب ليك. خلي بالك ان ممكن يكون حل ان الدكتور يظبط لك الجرعه مش يغير لك الدواء. دواء الضغط تقريبا مش بنعيش عليه طول العمر، الجسم بيتغير وبالتالي الدواء لازم يتغير. اسال دايما راجع الدكتور لو حاسس ان ضغطك في حاجه مش مظبوطه. لو حد من صحابك عنده الضغط ابعت له الحلقه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الحلقه اللي جايه.